يساوي تقريبا مبادرة يعني مبادرة اليوم في اختيار يعني لاعبين وتقييم المنتخب الوطني لبعض الملاكمين ودورة انتقائية من قبل الجمهورية. اليوم بارك الله فيكم واحد للمساكن الموظفين الماطر ما تكسروش اللي جابوا وليداتنا مشاو السيليكسيون. فما ولاد انا ما ريتهمش في الشامبيون السنة اللي فكينا فما وليدين تايين ثلاثة أربع ولاد صغار في العمر ان شاء الله نعيطوا لهم الستاج الجاي وننتقلوهم مع المستوى الفني تقريبا. والله المستوى الفني متوسط، كان كلنا ما كانوش يقولوا بالي ماهمش يحضروا الشامبيونات شيء. رولا فينا فما مستوى متوسط. اخترتوا يعني بعض العناصر؟ عندنا في الليسته ثلاث اربع مسيرات ان شاء الله باش صغار في العمر باش تمويلات صغار. المنتخب الوطني والحظوظ والمشاركات في مقبل الدورات. ستاج بلوكي حتى ديسمبر جزرنا باش نقبلوا لان احنا السنه المقبله ان شاء الله عندنا 5 ايفينمون ماجور جو ميديتيراني شامبيون دافريك شامبيون داراب جو فرانكوفوني شامبيون دي موند. دونك باش نخدموا ديسي شهرين ونص ان شاء الله نسمعوا نحضروا فيزيك ونسيبو نعملوا تورنوا برا وعبارتير من جانفي باش نمشيو لي جران تورنوا ونحضروا الجيم الانترنت ان شاء الله. سيد منير الشهيد تقريبا تداولت على عديد الخطط اليوم لقاوك حكم، لكن مارست الرياضه كملاكم وكمدرب مسؤول اليوم لقاوك حكم. اعطينا نحكيو تو في الدوره هذه وكيفاش كان المستوى الفني ولا نعرف يعني بين المستوى الفني والتحكيمي كيفاش تحكم؟ والله بكل صراحه يعني المستوى الفني باهي مش خايب نجم نقولوا. الوليدات معظمهم يعني عندهم يخدموا على هدف معين كانوا تحسهم ناضجين باهيين فيهم برشا وليدات عندهم مستقبل قدام. ان شاء الله ننتظروا منهم نتائج طيبه في المستقبل الواعد ان شاء الله. بالنسبه للمستوى الإطار الفني بصراحه يعني قايم بواجبه على حسب الإجراء. هذا اللي ريت انا من خلال الحصه نتاع اليوم كحكم معناها قمت بالادوار الكل بكل صراحه يعني مستوى باهي. صدق سي بون سي بون باهي بدك تخرج البر انت كمان. سيد الطرابلسي مدرب علي الماضي ومعرفة هنا في اختصاص رياضه الملاكمه تقريبا مشاركه في المبادره اللي قامت بها جامعه تونسيه للملاكمه في انتقاء لاعبين المنتخب الوطني من بين جهات وولايه الملاكمه في الشمال. بالنسبه للفتره الطيبه فرصه الملاكمين ومعناتها فرصه في الفرق الصغرى باش تبرز على داخل الجمهوريه ومن طون بالنسبه لوضعيه الملاكمين بالنسبه للفرق الصغرى وضعيه سيئه. مثلا الاهلي الماطي امكانيات مثلا الاهلي الماطي تتدرب في قاعه تحت الجرادا بدون تجهيزات. بالصدق معناها تعمل في ريزلتا بدون تجهيزات مع الاستاذ هي امكانيات فما موجوده الامكانيات لكن ديما تفتقر للاعانه من الجامعه التونسيه للملاكمه والوزاره. فهمتني مش نعطوا على الاقل فرصه للفرق الصغار. المدرب الواحد الرياضي الدلي تقريبا مشاركتكم في دوره نظمها الجامعه التونسيه للملاكمه في اطار انتقاء لاعبين المنتخب الوطني كيفاش كانت المشاركه؟ بالنسبه لنا كانت كويس طبعا. المستوى معناها كويس متوسط. الفرصه هذه باش نكونوا ملاكمين معناها مختلف الجهات في المنتخب ان شاء الله. وضعيه الملاكمه في بلي تقريبا وفي جهات الجنوب. والله بالنسبه لولايه البلي توا نعيشوا في وضعيه كارثيه بحكم قاعه الملاكمه معناها ماهيش تصلح من مناسبه الملاكمه. من البداية معناها الجامعه التونسيه للمسارات الجويه في البلي معناها ما فماش حتى الجو. ان شاء الله تصلح الامور. بالنسبه للجنوب الكل كما معناها كما الجنوب نحسوا عندهم معناها ما يمش قاعد ياخذ في الحق نتاع بالنسبه للجهات. ان شاء الله تصلح الامور.